يلا بينا نتكلم النهارده عن اخر مباريات كلاسيكو المصارعه ما بين الجريتست اوف ذا اول تايم جون سينا ضد ذا فايبر راندي اورتن. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. من افضل العداوات اللي حصلت في تاريخ الدبليو دبليو اي بلا منازع، واحده من العداوات المحببه لقلبي اللي انا دايما بعتبرها هي العداوه رقم واحد في تاريخ الدبليو دبليو اي عندنا بالنسبه لرايي انا. انت عندك عداوات زي عداوه ستون كولد ستيف اوستن وذا روك، عداوه الاتيتيود ايرا، عداوه سيس ورومان حاليا في النيو ايرا، ولكن العداوه اللي بدات من الروسلس اجريشن ايرا للبي جي ايرا ومستمره لحد النهارده هي عداوه الجريتست اوف ذا اول تايم جون سينا ضد ذا فايبر راندي اورتن. العداوه اللي احنا شفنا فيها جميع انواع الماتشات اللي انت ممكن تتخيلها. انت عندك شفت ماتشات ما بينهم هيلينا سيل، شفت اي كويت ماتش، شفت ما بينهم شفت ايرون مان ماتش، شفت جميع انواع المباريات تقريبا ما بين راندي اورتن وجون سينا قدروا وقدموها باعلى كواليتي ممكنه. ولكن انا بالنسبه لي تبقى مواجهه التي ال سي اللي اتلعبت عام 2013 ما بين راندي اورتن وجون سينا هي افضل مباراه اللي اتلعبت، والمباراه اللي فاز فيها راندي اورتن. وبالمناسبه المباراه التي ال سي ديت لها تاثير على العداوه الاخيره والماتش الاخير اللي هيتلعب ما بينهم، بس المره دي في اختلاف في العداوه. انت كنت دايما متعود ان راندي اورتن هو الهيل، هو الشخص المريض النفسي اللي بيحاول يدمر جون سينا بكل الطرق الممكنه، ولكن المره دي الايه اتعكست. جون سينا هو اللي بقى هيل، او بمعنى اخر جون سينا اتحول بشكل فظيع جدا. هو اتحول على الجماهير، شفنا جزء بسيط جدا من التحول ده اثناء عداوته مع كودي رودز، وعداوته مع راندي اورتن احنا شايفين فيها اختلاف بسيط وطفيف جدا. خد بالك ان الاسطورتين دول عدى وقت جدا على اخر ماتش لعبوه ما بينهم، فانت ما تستناش اداء من الماتش ده على انك ما تستنى حاجه محترمه. انا عارف ان هم يقدروا يقدموا ماتش 5 نجوم بلا منازع، ولكن جون سينا حاليا بيلعب على الفكره ان هو جاي يدمر عالم المصارعه، هو مش هيقدم مصارعه. وده اللي عمله مع كودي رودز في الراس المنيا، وقدر يفوز على كودي رودز في الراس المنيا باسوا اداء مصارعه ممكن، وده سرد للقصه بتاعه جون سينا. هو جون سينا كده بيأدي بشكل كويس بناء على القصه المكتوبه. انت شفت مباريات 5 نجوم ما بين راندي اورتن وجون سينا، من افضل العداوات وافضل المباريات اللي انت ممكن تشوفها، وافضل السيجمنت اللي انت ممكن تشوفها. الاثنين دول هم زي احنا ما بنقول كده نائر ونقير في الدبليو دبليو اي، من بدايه الروسلس اجريشن لعصر البي جي اللي هم خدوه كله بلا منازع. اسطورتين، واحد 17 لقب عالم، الثاني 14 لقب عالم، فانت بتتكلم عن 2 من اسياد المجال ده. والرقصه الاخيره اللي هتتلعب في باكلاش هي حاجه احيي الدبليو دبليو اي واحيي تريبل اتش عليها ان هو اضافها. تريبل اتش كان لازم ينهي العداوه ديت ما بين جون سينا وراندي اورتن. خد بالك الاختلاف اللي احنا شايفينه، انت شايف ان جون سينا بيقدم الشخصيه الهيل، وجون سينا شايف نفسه ان هو مش هيل، هو مجرد انسان عادي. خلاص بقى هيقول الحقيقه، مش هيفضل يطبطب على الجماهير، مش هيفضل يطبطب على الاطفال بتاعه الجماهير. جون سينا زي ما قال انا مش بلعب الشخصيه الهيل ولا الشخصيه الفيس، انا مجرد انسان عادي. وده اول سيجمنت ظهر بيه بعد ما تحول في عرض الاليمينيشن تشامبر. على الناحيه الثانيه راندي اورتن اللي خلاص كل احلامه كانت بتتدمر، عداوته ضد كيفن اونز اتدمرت ولعب جو هندري في الراس المنيا، فخلاص بقى صديقه القديم مع لقب، وانا طمعان في لقب صديقه القديم. بس طول العداوه اللي حصلت ما بينهم والسيجمنت احنا شفنا 2 RKO من راندي اورتن، وده يدل على حاجه واحده بس، ان راندي اورتن مش قادر يجاري جون سينا على المايك، ان جون سينا بيقول كل الحقيقه الممكنه، ان راندي مجرد انسان منافق. انت عايز تفهمني انك جاي النهارده تدافع عن الجماهير دي؟ طب ما انت قبل كده كنت بتعمل ايه؟ كنت بتدمر في العائلات كلها. انت دمرت عائله فينس ماكمان وتريبل اتش هنا في الدبليو دبليو اي، ضربت ابويا بالبان كيك هنا، فانت عملت اسوأ حاجات ممكن تتعمل. اللي هو جون سينا انا ما عملتش كده، انا اتحولت هيل زي ما الجمهور بيقول، بس انا ما دمرتش عيله حد، انا لسه هدمر وهدمر عالم المصارعه، هدمر عيلتك زي ما دمرت عيله كودي رودز في الراس المنيا وانهيت فترته، وهدمر عيلتك انت كمان. ده اللي يقصده، هي دي العداوه ماشيه بالطريقه دي، رقصه اخيره بشكل مختلف جدا. والدبليو دبليو اي اعلنت شعار المباراه بتاعتهم هي للمره الاخيره اللي ممكن تحصل، يعني هو الماتش ده ومش هنشوف غيره. يعني كل الاسباب رايحه ان جون سينا هو اللي هيفوز في الرقصه الاخيره دي. الفكره مش مين هو اللي يفوز، الفكره الفوز اللي بيخدم العداوه والقصه انها تستمر، مش قصه راندي اورتن وجون سينا، وانما قصه
جون سينا مع تدميره العالم المصارعة. بس المشكلة في شوية أسباب بتعيق فوز جون سينا. السبب الأول هو المواعيد اللي جون سينا هيظهر فيها في الدبليو دبليو اي. الدبليو دبليو اي اعلنت انه هيشارك في ساتردي نايتس مين ايفنت، هيشارك في عرض كلاش ان باريس اللي هيتلعب في فرنسا، هيشارك في عرض كراون جول اللي احتمال يتلعب في استراليا، او خلاص بقى شكل رسمي هيتلعب في استراليا مش هيتلعب في السعودية. مش هتفرق عشان السعوديين بيقولوا اهو هيتلعب في بلد تاني خارج السعودية. برضه تريبل اتش مش هيهتم بيها. تريبل اتش ما بيهتمش غير بالجمهور الامريكي. الناس السعوديين اللي مفكرين ان انا جاي عليهم، لا، انا زعلان على حقهم، زعلان على اهدار الفلوس اللي هم بيقدموها. السعودية تقدر تقدم عرض راس المنيا ضخم لو تقدم لها قصص محترمة. انا نفسي ان عرض الرويال رامبل الجاي يكون عرض تاريخي اللي هيتلعب في السعودية، مش مثلا مستني انه يبقى عرض وحش عشان اشمت في السعوديين. بالعكس، اخواتنا السعوديين على راس، بس انا بقول لكم تريبل اتش بيعمل ايه وهيفضل يعمل ايه. تريبل اتش هو نسخة مكررة، بل نسخة اسوأ من فينس ماكمان. شفناه في تسريح المصارعين، شفناه من اللي بيديله الالقاب. دلوقتي تريبل اتش مهتم للي بيدفع فلوس اكتر، مش مهتم للقصص. فجدول اعمال جون سينا هو احتمال بعد ظهوره الجاي في عرض سماك داون يبقى باقي له 25 ظهور او 24 ظهور. فبالتالي الحاجه ديت بتوترني شويه. انتوا ممكن تكونوا شايفين ان 25 ظهور لجون سينا في خلال السنه كتير، بس انا بقول لكم قليل. احنا لسه في بدايه السنه، وجون سينا اخر عرض هيلعبه تقريبا ممكن يكون سرفايفر سيريس. بس لحد دلوقتي في قصتين شغالين عالم المصارعه: قصه تدمير المصارعه الخاصه بجون سينا، وقصه بناء المصارعه وبناء الافضل للمجال الخاصه بسيس رولينز. القصتين مختلفتين خالص، واحد عايز يدمر والتاني عايز يبني. بس ايه النهارده اللي احنا لازم نشوفه في عداوه راندي اورتن وجون سينا؟ لحد دلوقتي احنا شايفين ان الماتش عادي، ماتش بقوانين عادي زي اي ماتش مصارعه بنشوفه لحد دلوقتي، لحد تسجيل الفيديو ده، لان لسه في سيجمنت اخير ما بين سينا وراندي في سماك داون الجاي. بس اللي انا شايفه لحد دلوقتي ان السبب الوحيد اللي محل العداوه ديت هو ان جون سينا هو المكروه وراندي اورتن هو المحبوب. ده الحاجة الوحيدة اللي محلية العداوة لحد دلوقتي. بس انا النهارده جاي اتكلم عن اسباب فوز جون سينا في عرض باكلاش اللي انا شايفها منطقية شوية. من ضمن الاسباب اللي تخلي جون سينا يفوز في المباراة ديت، جون سينا اثناء مباراته مع بري وايت، مباراة الفان هاوس اللي اتلعبت في الراس المنيا 36، في اخر سر من اسرار المباراة دي اللي انا شرحته هنا على القناة، وظهور خبايا الامل بتاعت جون سينا، كانت خبايا من الخبايات ديت خسارة جون سينا ضد راندي اورتن في مباراتهم في التي ال سي عام 2013. وقد ايه المباراة دي كانت مأثرة جدا في نفسية جون سينا حقيقي، لان المباراة ديت خلاص بقى هي نهاية حقبة كانت وقتها. احنا البطلين الافضل في المجال، بطل الدبليو دبليو تشامبيون هيلاعب بطل الورلد هيفي ويت تشامبيون، وعملوا سيجمنت عظيم في عرض الروب ووجود اساطير المصارعة الحرة ومصارعة المحترفين برضو عشان الناس اللي هتقعد تقول لي في الكومنتس. بس المباراة ديت كان جون سينا منتصر فيها في السيجمنت جدا على راندي اورتن، كان بيتكلم بالحقيقة، خرج عن النص حرفيا وقال لراندي اورتن كل حاجة ممكنة. وكذلك راندي وقتها برضو خرج عن النص، اللي خلت المباراة ديت حماسية وهتكون خرافية، وطلعت خرافية فعلا. مباراة تي ال سي عظيمة تقدم فيها كل الأداء الممكن، وكانت الفكرة كلها رايحة وقتها ان جون سينا هو اللي هيفوز، لان جون سينا هو اللي يستحق. جون سينا هو نجم البي جي الأول، نجم الروسلس اجريشن الأول، فهو اللي لازم يفوز على راندي اورتن. بل بالعكس، وقتها راندي اورتن هو اللي فاز على جون سينا وقدر يوحد الألقاب. حتى بعدها في عرض الرو لما راندي اورتن دخل حامل اللقبين ورفعهم وفضل يبص لجون سينا، الحاجة دي كانت مأثرة في نفسية جون سينا. وبري وايت لما ذكرها في مباراة الفان هاوس كانت صدمة كبيرة جدا، قد ايه انه يوضح بجزء من خبايا الامل دي. فانت لو هتلاحظ جون سينا اصلا من ساعة ما تحول هيل على الجماهير، هتلاقي هو بيظهر الخبايا بتاعت بري وايت دي وبيحاول يفهم الجماهير. استهجانه مثلا في عرض وان نايت ستاند اللي جون سينا ذكره في احد السيجمنت في عرض الرو، وقال لهم انتوا كنتم بتستهجنوني وكنتم بتشتموني والنهارده جايين تستأسفوا ليا. فدي واحدة من الخبايا اللي جون سينا بيلعب عليها، وكأن مباراة بري وايت اللي بتحصل هي سرد للخبايا اللي جون سينا بيحاول يصححها قبل ما يعتزل. طب في مشكله، جزء من خبايا جون سينا دي كان خسارته ضد الاندرتيكر. ايه، هترجع الاندرتيكر وتفوز عليه تاني؟ شايف ان خساره جون سينا ضد راندي اورتن في التي ال سي عام 2013 خساره مهينه لبطل الشركه الاول، انه خلاص بقى في بطل اوحد جديد اسمه راندي اورتن. فاعتقد ان فوز جون سينا في مباراته في باكلاش في مدينه راندي اورتن هيكون رد اعتبار كبير جدا لجون سينا على الخساره دي. انا عارف ان هم لعبوا بعد التي ال سي سلسله مباريات كتيره،
بس انا بتكلم عن التأثير الفعلي للمباراة دي واللي حصل وقتها. وتاني سبب من اسباب فوز جون سينا هو استمرارية جون سينا باللقب لحد السمر سلام. لازم جون سينا يستمر باللقب لحد سمر سلام، لان جون سينا مجدول للظهور في العرض الكبير، اكبر عروض الصيف عرض سمر سلام، وبنتوقع ان هو ممكن يواجه كودي رودز، ممكن يواجه مثلا رومان رينز، ممكن يواجه سي ام بانك، فهو لازم يستمر باللقب لحد سمر سلام. جدولة جون سينا للعروض مختلفة شوية، احنا ما نعرفش لحد دلوقتي. ماني ان ذا بانك كذلك جون سينا مجدول للظهور فيها. هو جون سينا قال ان اخر ظهور ليه او للمواعيد اللي هو ذكرها في اول عروض الرول اللي بعد الراس المنيا مش لازم تكون كلها مباريات، يعني فيها سيجمنت كتيرة جدا في عروض اسبوعية، ممكن يظهر بشكل شرفي في احد العروض الشهرية. فاحنا لحد دلوقتي ما نعرفش ايه هي مشاركة جون سينا الفعلية في العروض الاسبوعية، احنا نعرف بعض العروض الشهرية اللي هتتلعب. عندنا برضو سبب من الاسباب هو احتمالية احتقار اللقب لاخر يوم لجون سينا داخل الدبليو دبليو اي. تخيل مثلا لو جون سينا استمر باللقب لاخر يوم ليه وخلاص طلع قال للجماهير انا خلاص خلصت كل مواعيد الظهور، فزت على كل المصارعين اللي انا قدرت افوز عليهم، ودلوقتي اللقب هيروح معايا للبيت. تخيل مثلا لو حصلت الحاجه دي، ايه اللي انت ممكن تتوقعه وقتها؟ هل هتندهش ان خلاص جون سينا دمر عالم المصارعه وان على الدبليو دبليو اي والتريبل اتش ان هم يصنعوا لقب جديد للاتحاد؟ هل شايف ان دي حركه كويسه؟ انا شايفها من وجهه نظري حركه كويسه وحركه وحشه، لان لو جون سينا استمر كهيل واعتزل كهيل وانهى فترته كهيل وخد اللقب معاه ومشي وما عادش يظهر تاني، دي حاجه انا بفضلها الصراحه وشايفها مقنعه. ولكن لو جون سينا خسر اللقب ده في النص وبدل ما هو كان ماشي في صورة الهيل اتحول فيس مرة تانية، هتبقى وحشة شوية. لان انا شايف ان جون سينا يعتزل بالطريقة دي وينهي كاريره بالطريقة دي، مش لازم يرجع محبوب ويرجع يطبطب على الجماهير، لان انا الصراحة مش لاقي اي سبب منطقي ان جون سينا يطبطب على الجماهير اطلاقا بعد اللي هو عمله فيهم. ده مش سبب، عشان كده بقول لكم هي حلوة ووحشة. حلوة ان جون سينا هيسلم اللقب لحد تاني وهيديله دفعة بيه، واتمنى ما يكونش كودي رودز. ووحشة ان جون سينا يرجع فيس تاني ويرجع يطبطب على الجماهير والاطفال والكلام ده، يقول لهم انا اسف. فانا برجح ان جون سينا يستمر باللقب لاخر يوم ليه داخل الدبليو دبليو، هيبقى افضل. وساعتها هو يقرر يدمر عالم المصارعه ولا يستغنى عن اللقب ويرحل ويبقى يدى للجماهير درس مهم جدا. طب احنا عمالين نتكلم عن اسباب فوز جون سينا، طب هل راندي اورتن له اسباب انه يفوز؟ انا شايف ان السبب الوحيد ان راندي اورتن علشان يفوز هي ان المباراه بتتلعب وسط مدينته، انه ممكن راندي اورتن يفوز بالاقصاء، انما راندي يفوز وياخد اللقب بالشخصيه اللي راندي بيقدمها ديت انا ما افضلهاش اطلاقا. وفي سبب كمان ان كودي رودز مجدول للظهور بعد عرض باكلاش في اول عروض سماك داون، فانا خايف كودي رودز يظهر في المباراه ديت ما بين راندي اورتن وجون سينا ويتسبب في خساره جون سينا اللقب، لان اكيد في تدخلات هتحصل وفي ناس هتخش تساعد جون سينا، سواء ترايفس سكوت او سواء ناس تانية جون سينا بيستعد بيهم. فمشكله جدوله كودي رودز بعد عرض باكلاش على طول ديت مقلقاني شويه، ان كودي ممكن يخش ويساعد راندي اورتن في المباراه ديت، والعداوه تتنقل ما بين جون سينا وكودي رودز من عداوه على لقب لعداوه بدون لقب وتنتهي في عرض سمر سلام مثلا. فتخيل مثلا لو كودي دخل خسر سينا اللقب وبعدين كودي بقى طلب الريماتش او هيلاعب راندي اورتن على اللقب في اي عرض شهري، يقوم جون سينا يرددها له وطالع ومخسر كودي رودز وتتحدد ما بينهم مباراه اخيره في عرض سمر سلام. هي دي الفكره. تخيل لو ده حصل، سيناريو حلو، بس جون سينا يخسر لقبه بالشكل السريع ده ما تمناهاش بصراحه، الا لو الدبليو دبليو عندها خطط تانية لجون سينا بعد ما يخسر اللقب، ينهي عداوته مع كودي رودز، يبدا يلعب على لقب القارات عشان يحقق الجراند سلام كده يعني. بس بصراحه انا شايف ان جون سينا ممكن يحقق الجراند سلام وهو معاه لقب الاندسبيوتد تشامبيون ويحقق اللقبين مع بعض عادي. احنا بنكرم اسطوره بتعتزل ودي اخر سنه ليه، فلما معلش بقى الناس اللي بتقول لك جون سينا خد اللقب من كودي رودز، هو جون سينا ناقص القاب يا باشا؟ ده بيعتزل. احنا لازم نكرم اسطوره المجال، الاسطوره اللي حببك في المصارعه. انت بتقول ايه يا سيدي؟ يفوز بلقب الاندسبيوتد تشامبيون، يفوز بلقب القارات، يفوز بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيون، يونايتد ستيت تشامبيون، يديله القاب التاج تيم، يشيل 5 القاب، ده بيعتزل. انت مش هتشوف جون سينا تاني. انا لحد دلوقتي الفكره ديت بتزعلني جدا ان انا مش هشوف جون سينا تاني. انت فاكرني من واحد بحب جون سينا؟ لا، انا بعشق جون سينا. فهو السبب الوحيد ان راندي اورتن ممكن يفوز ان كودي رودز يدخل يساعده في المباراه. فانت عندك سبب واحد قصاد كميه اسباب كتيره لجون سينا. فالرقصه الاخيره ما بين راندي اورتن وجون سينا مهمه جدا في ان تريبل اتش يخرج المباراه دي بشكل كويس. انت عندك عرض باكلاش كله وحش ما عدا مباراتين 2 بس، مباراه لقب اليونايتد ستيت تشامبيون ومباراه جون سينا وراندي اورتن. احنا اصلا هنتفرج على العرض ده عشان جون سينا وراندي اورتن.
العرض بيتلعب في مدينه راندي اورتن، فانت عندك كذا فرصه تخلي المباراه دي تطلع واو. ممكن تخلي جون سينا يفوز بمساعده حد على راندي اورتن، ممكن تخليه راندي اورتن يفوز بالاقصاء على جون سينا، او جون سينا يرد له. مثلا فاكرين الماتش اللي ما بينهم في سمر سلام لما راندي اورتن ضرب الحكم بالقلم ونهى الماتش بالاقصاء؟ انا عارف ان الماتش اتعاد بعدها وراندي اورتن فاز، ومن اسوأ الماتشات اللي انت ممكن تشوفها في تاريخ جون سينا وراندي اورتن، بس الفكره تخلي جون سينا ردها له وضرب الحكم والمباراه انتهت بالاقصاء. هي دي الفكره اللي انا بكلمك فيها، ان جون سينا راجع يعلم راندي اورتن يعني ايه النفاق اللي هو بيقدمه. اللي انا عايز اقوله لكم انك ما تستناش من المباراه ديت 5 نجوم، لان جون سينا بيلعب على سرد القصه بتاعته، ان هو جاي يقدم اسوأ شيء ممكن يقدمه. زي ما الجمهور بيقول انا ما بعرفش اصارع، ايوه انا ما بعرفش اصارع بس بعرف افوز. ده اللي جون سينا عايز يثبته للجماهير. هو ما قدمش مصارعه ضد كودي رودز بس قدر يفوز، وده اللي هيعمله برضه مع راندي اورتن. وقال لي راندي اورتن انه هيدمر المصارعه وهيدمر عيله راندي اورتن، العيله الشهيره، زي ما دمر عيله داست رودز في الراس المانيا. ده اللي جون سينا بيلعب عليه، بيدمر المصارعه، بيدمر عائلات المصارعه، عيله بوب اورتن الشهيره، والاداء بتاعه اللي راندي اورتن بيقدمه حاليا ده اللي هم بيلعبوا عليه حاليا. جون سينا بيلعب على السرد، وراندي اورتن بيحاول يقدم دور السوبر هيرو، ان هو يمنع الشرير انه يدمر المجال. فبصراحه الرقصه الاخيره ما بينهم رقصه مهمه جدا ومباراه اخيره مهمه جدا، ولازم نشوف ختام كويس للعداوه دي، للعداوه الاسطوريه وافضل العداوات الممكنه داخل الدبليو دبليو اي. ان شاء الله في فيديو التوقعات هقول لكم توقعي الرسمي والشخصي للمباراه ديت. والنهارده انا حبيت اعمل الفيديو ده علشان ابين قد ايه ان المباراه ديت هي مباراه مهمه وختام كويس للعداوه. الاهم كده احلى شباب في الدنيا، بنقرب على ال 17000 فولورز على الفيسبوك، انا كمان عايز احقق ال 17. ايه رايك تنزل وتعمل لنا الفولو اللذيذ؟ هتلاقي الرابط في اول كومنت وموجود برده في الديسكريبشن. تابعنا على حساباتي الشخصيه، الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.